ظهرت قصة فانوس رمضان من حوالي 1000 سنة، وبدأت الحكاية لما خرج أهل القاهرة لاستقبال المعز لدين الله الفاطمي اللي وصل القاهرة بالليل، وكان عليهم إن هم ينوروا له الطريق أثناء قدومه. المصريين وضعوا الشموع على قواعد من الخشب عشان يبقى سهل حملها، وغطوها بالجلود عشان ما تطفيش من الهواء. الخليفة نفسه كان بيخرج مع المصريين احتفالا برؤية هلال شهر رمضان إلى هضبة المقطم عشان يستطلعوا رؤية الهلال وهم معاهم الفوانيس. كان الخليفة بيؤمر بإنارة الشوارع والمساجد بالفوانيس طوال شهر رمضان المعظم ابتهاجا بالشهر الفضيل، وتسهيلا على المصلين الاتجاه للصلاة في المسجد طوال ليالي شهر رمضان. وكان ده باستخدام فانوس على باب كل مسجد وفي الطرقات المؤدية للمساجد. وكمان في حكاية بتقول إن الخليفة في القرن العاشر الميلادي كان بيمنع السيدات من الخروج طول السنة من بيوتهم إلا في شهر رمضان. كان بيسمح لهم بالخروج للذهاب للمساجد، لكن في مجموعات بيقودها غلام بيحمل فانوس يعلن عن وجود نساء في هذه المجموعة ويفسحوا لهن